تبداو تعاودوا في قصص. لا مسكينه، هي غير واحد طلعت بقات السيده مسكينه عندها شي قصه ماشي مسكينه بحال غنعاودوا هاد القصه اللي القصص. عاودت لهم. يعني كنسمعوا الناس اللي كنا عندهم شي كنحتارموا اي قصه، واحد يطلع. اللي عندها شي قصه مسكينه واقع لها شي مشكل او هذه، هي كنسمعوا واخا لها واخا وكن. اوكي واخا اختي ما كاين العزيزه. مشكل. اللايف ديال يوسف متاح لكل شيء. المتفائله، تفضلي اختي العزيزه، مرحبا بك. فعلا سمارة، تفضلي تفضلي، ما تحاولوش انها يعني مسكينه دابا غادي يجيها بحال الاحباط لا وتهبط. لا لا، نو تفضلي نو نو نو، المتفائله. هي عارفه في الاولى مرحبا غندخلوا بك. مع. بارك الله فيك، شكرا. انا طرات لي، مرحبا بك. غادي نحاول نختصر بالمختصر. طرات لي نفس هاد المشكله اللي دايره ترند في التيك توك وفي السوشيال ميديا مع الزوج ديالي السابق. أه المهم انا ما كنعرفش نعاود بالتفصيل، وانما غادي نحاول كيفاش ن... يعني ندخل في الموضوع شوفي نيشان. متفائله، عاودي كانك كتعاودي العائله ديالك. بارك الله فيك، شكرا على الاستماع. المهم انا كنت مزوجه واحد السيد، المهم ما نقولش الجنسيه ديالو. آم، كنا كنهبطوا دائما المغرب، هو شتو بقى كيعجبو المغرب، واخا هو المهم ماشي مغربي. بقى كيخليني هنايا في اوروبا وكيمشي للمغرب، كيخليني وكيمشي، والناس كامله كتسائل كتقول زعما انت اللي مغربيه ما كتهبطيش بزاف وراجلك ديما كيهبط. كانت عندي واحد ابارتومون شريتها في المغرب. المنطقه وقيله غير باللهجه ديالي وقيله تعرفوني. ما نقولش بلاصه فين. آه، المهم آم، بدات بدا كيخوني، كنسمع من جيراننا كيجيب البنات للدار، وكل مره بنت في شكل، كل مره وحده، حتى لواحد النهار طلع من المغرب لعندي، كانت توفات الجده ديالو. توفات الجده ديالو، قال لي حنا عندنا مثلا هنايا عندنا واحد العاده في الجنازه، خصنا نلبسوا الكومبلي، عرفتي الطراخي كنقولوا حنايا بالعربيه ديالنا الطراخي. المهم قال لي بغيت نمشي نشري الطراخي، واش تمشي معايا؟ قلت له واخا نمشي معاك. بقى عليا واش هادي جات معايا هكاك في الحانوت، واش هادي جات معايا، واش هادي زوينه، واش هادي. انا كنختار مع زعما لا بنيتي، زعما على ديك الجنازه كنختار مع الحاجه اللي غادي تجي معاه. اخترت له كومبلي، جا معاه مزيان. المهم شويه في ديك النهار الجنازه قال لي عندي واحد الشغل طارئ مهم، خصني نسافر. مشى، المهم سافر. انا كسحب لي المهم شي حاجه فعلا طارئه اللي غتخليه ما يحضرش الجنازه ديال جداتو. المهم بقات شي يومين 3 ايام هكا كنشوف، كنفتح التليفون. المهم التليفون ديال عطاه مثلا، كنشرى واحد التليفون مستعمل من عند واحد صاحبه، وهذاك صاحبو تلاقيته صدفه هكاك برا. قال لي واش جا الراجل؟ قلت له لا باقي ما جا، راه مسافر لواحد البلاد. قال لي لا راه مسافر، راه في تونس مع شي صافي. ما قاليش شكون، بدا كيضحك صافي، ما بغاش يهضر ومشى. مشيت عند صاحبو، دقيت عليه معانا، اش غادي نقول لك، المهم واحد الحاله. واحد الحاله زعما كانت فيا يعلم بها الله. مشيت عند صاحبو كنسولو شويه، جاب لي الطابليت، عاد فهمت انا ديك التليفون اللي شراه من عنده راجلي، سو الاكس ديالي. اي حاجه كيدير ديك التليفون كيطلع عنده هو في الطابليت. في الاخر كنشوف السيد راه داير خطوبه في تونس. اش غادي نقول لك، المهم واحد الحاله زعما اش غادي نقول لكم. دخلت في واحد الكآبه، المهم واحد التصاور اش غادي نقول لك. بديت كنعيط في التليفونات ونسول واش بصح هو، يعني واش بصح هو في ديك البلاصه في تونس مع هذيك. حتى كنسمع المهم
التحريات ديالي وداك الشيء، طلعوا لي التصاور، عرفت بانه السيد مشى خطبها للمغرب، في المغرب، ومشى المهم مشى مثلا زيد يتعارف عليها في تونس، دار لها حفله ديال عيد الميلاد كبيره بفلوسنا، وهز لي الفلوس، اكتشفت بان هز لي الفلوس من الدار، وخلاني انا والدراري بلا مصروف. المهم كارثه. وهاد الشيء هذا المهم انا عاودت عيب باختصار وصافي يعني. وبقى شوف هادشي داز عليه اكثر من 6 سنين، واخا هيداك باقي داكشي باقي خلاتني ثقه مره ثقه، ما بقيتش كنثق في الرجال. المتفاعلة رسالتك وصلت وميساجك باين وواضح. والله انا حسيت بك، باقي كاع ما كملت الهضره، حسيت بك بانه زعما والله كلامك واضح وباين، ماشي كذبه ولا شي حاجه، زعما غير هكا طلعتي للمنصه باش انك غير يعني غير تقولي كلام هكا عابر، ولكن هادشي خارج من القلب. وانا والله انا كنقول لك والله الله يرزقك العوض الجميل، والله يصبرك على بزاف د الحويجات، لانه باينه صبرتي وباينه داز عليك كثير وكثير. وهذا الشيء فاش قلنا حنا دابا السيده يعني اللي لقاتو يعني هكا مزوج وكذا وكذا، بنت هذه الفنانه يعني تقبلت هي، جا هذاك الشيء عادي، فهمتي، جا هذاك الشيء عادي كتزوي يعني خارجه للصحافه، خارجه. انا ماشي كنهاجمها ولا بالعكس، تحياتي ليها، ما عندي معها حتى مشكل، لا هي ولا الام ديالها، غير حنا كنقولوا جماعه زعما شوفي دابا انت القصه اللي عاودتي لينا، يعني بحكم انك داز عليك بحال هذا الشيء، يعني فتي من هذه المحنه هذه، وكيفاش قلتي لنا انك تدمرتي وانك كذا، وعلم الله حنا دابا هذا الشيء داز عليه سنين وباقا جابداه كانه يلاه بدا، كانه هذا الشيء يلاه بدا، هذا الشيء بدا كيطرى لك، وي ما بغاش يعني باقي تنسالي يلاه واقع لك. صدمه، ما بغاش تنسى. ما بغاش تنسالي هادشي هذا، خصوصا ما اللي واحد واحد معاه يعني 12 عام وعندك الدراري معاه والحلوه والمره عشتو وصبرت معاه وكل شيء، في الاخر جيت وحده تبدلو ويدي لك فلوسك وتمشي تختار معاه الطراخ اللي غادي يلبس ويكذب عليك، وهو راه داير فيلم من موراه، كان باغي يتزوج. صح. وفعلا تزوج هذاك السيد. المتفائلة تفضلي ملي سمارة. وقعت لك هاد المشكل تصدمتي، بكيتي، نتفتي راسك، جاك اكتئاب، عاودي على هاد الحالة، وسمحي لي الا كنت غنرجعك الا كنتي ما تقديش تجاوبي بلاش. اول حاجه انا من واحد النوع اللي بحال هاد المسائل هذه كنقدر نتقبل اي حاجه الى الخيانه، يعني هادشي هذا كيخلي المهم الماكله تقطعت عليا، بعدا مابقيتش كنقدر ناكل الماء المعده باش نشف الريق ديالي والو، دخلت في واحد الاكتئاب فعلا. حتى ولادي انا كانوا باقيين صغار، ما كانش عندي اش غادي نقول لك، ما كنتش كنقدر نوض غير باش نعطيهم شي حاجه ولا نطيب لهم. مره طحت مره، صحاباتي زعما اش غادي نقول لك، صحاباتي كاينه شي صحابات اللي ما نساش الخير ديالهم اللي وقفوا معايا في ديك الوقت هذاك. الحمد لله. بغينا اختي سمحتي ماشي اليوم الثاني خرجتي كضحكي وراكبه في الطوموبيل وكتعاودي قصتك عادي للناس وداك الشيء. لا حتى التليفون ديالي صافي ما طفيتو، ما قدرتش واحد الصدمه اش غادي نقول لك، ما حاس بها، واخا نجي نهضر لك عليها ما نعرف كيفاش نعبر ديك الوقت اللي عشتو. سميرة راه هادشي علاش مسكينه طلعت المتفاعله باش تقول لنا زعما راه ماشي بالسهل هادشي كيدوز. هذه سمارة ساميه يمكن تكلم. انا فهمت اش بغات تقصد، سولتها بالضبط هذا السؤال باش الناس يعرفوا يسمعوا. يمكن تكلم المرأة، يمكن تكلم معاها